السلام عليكم ورحمة الله. معكم حكيم كزار. كيف نقدم الفلفل الحار؟ بهذه الطريقة فقط نقدم الفلفل الحار. هذه طريقة تقديم الفلفل الحار، مرتين في اليوم، يعني فلفلة في الصباح، فلفلة في المساء، حتى 3 فلفلات في اليوم. عادي جدا. أحسن وقت لتقديم الفلفل في الشتاء، خاصة فترة تغيير الريش. فترة تغيير الريش قدم مرة في اليوم، مرتين في اليوم، حتى يكمل تغيير الريش. تجنب طول فترة تغيير الريش الاستحمام فقط، خاصة عندما يبدأ بتغيير رأسه. تجنب الاستحمام ولا تبخه. الفلفل مفيد صيف أو شتاء. هذا في موضوع الفلفل. يقدم أيضا في فترة تجهيز هو والخس. أما في فترة وضع البيض نتوقف عن تقديم أي شيء. نترك الطيور تأكل الباتي وخلطة الحبوب والماء مثل ما تشاهدوا. هذا حسون لوحده، مشربية كبيرة. أنا لا أغير الماء كل يوم. هو باتي بمخلط، خلطة حبوب كناري عادي. هذا ما في الموضوع. تربية الطيور سهلة، لا زيادة لا نقصان. لا تقدم منثور، لا تقدم أي شيء آخر، لا خيار، لا تشغل بالك. علق واتركها يا أخي. جو صيف، عندما يبرد الجو تبدأ الطيور بالغناء، وتبدأ تجهز أسبوع أو أسبوعين أو شهر، تجهز تجهيز جيد وتزوجهم. لا تنتظر إلى الربيع. عندما تجهز طيورك زوجهم مباشرة، لا تنتظر إلى فصل الربيع. فكرة فصل الربيع ما هي إلا خرافة. التزوج يعتمد على الملاحظة. إذا كان الذكر جاهز والأنثى جاهزة زوج. إذا الذكر ليس جاهز روح جهزه. لا يجهز الذكر لوحده، جهزه. مثلا هذا لا يغني حتى أجهزه أنا ويرجع يغني وهائج فأزوجه. أنا لست مهتم حاليا بالتجهيز، ليس لدي أنثى، لذلك أربي تربية عادية، يعني نظام غذائي بسيط لا يدفعه للجهوزية. يعني لم أصنع له باتي يجهزه. هذا ما في الموضوع. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.